مساء الخير. ده ريكورد جديد للناس اللي ما كانتش حضرت السيشن بتاعت Introduction to Neural Networks and ممكن نقدر نقول عليه Introduction to Deep Learning. ده لأن الريكورد اللي فات فيه مشكلة، فده ريكورد بديل ليه. طيب، زي ما احنا قلنا احنا هنتكلم النهاردة عن Neural Networks أو Artificial Neural Networks أو ANN، نقدر نقول عليها Introduction to Deep Learning. طيب، احنا لو جينا هنا بصينا للإنسان عموما ازاي بيقدر ان هو يبروسس السيجنالز اللي جايه له، او ازاي ان هو بيقدر يفكر او ياخد ديسيشن. هنلاقي ان هو طبعا بياخد الكلام ده كله او بياخد الديسيشن عن طريق التفكير ده جوه العقل. طيب، المخ هنا بيتكون من وحدة أصغر اسمها النيورون أو الخلية العصبية. احنا لو جينا نبص على مستوى الخلية العصبية هنلاقيها مقسمة إلى عدة أجزاء. هنلاقي هنا الدندرايتس وهي المسؤولة عن إنها تكابتشر السيجنالز من الاكسترنال انفايرمنت. هنلاقي هنا النواة أو النيوكليوس اللي هي مسؤولة عن جزء البروسيسنج. هنلاقي هنا الأكسون اللي بيوصل البروسيسد سيجنالز من النواة لدندرايتس تانية، وبالتالي خلية عصبية تانية. طيب، تعالى نشوف مع بعض الكلام ده بيتطبق ازاي في الديب ليرنينج او الارتفيشال نيورال نتورك. هنلاقي هنا نفس الكلام. ده جزء هنا الانبوت هنعتبرها الانبوت سيجنالز اللي جايه لي من الانفايرمنت اللي بره. كل انبوت من هنا بيكون ليه ويت، وبعد كده ده جزء اللي بيحصل فيه عمليه البروسيسنج او المعالجه. بعد كده بطلع اوتبوت. بالمناسبه الاوتبوت ده ممكن يدخل تاني في نيورون بعد كده، او ممكن يطلع كفاينل اوتبوت. طيب، تعالى نشوف كده مع بعض ماثيماتيكالي الكلام ده بيتكون ازاي او بيحصل ازاي بالتفصيل. طيب، زي ما احنا قلنا ده البرسبترون او النيورون بيكون عبارة عن ده جزء البروسيسنج، ده جزء الانبوت، وده جزء الاوتبوت. طيب، البروسيسنج هنا بيحصل ازاي؟ عبارة عن ان انا باخد كل انبوت من الانبوتس اللي داخلالي بضربها في الويت بتاعها. تمام، بعد كده بعمل حاجة اسمها activation function، والاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن هو بيكون الاوتبوت اللي خارج من النيورون كله. طيب، بالمناسبة الاكتيفيشن فانكشن ممكن تبقى عبارة عن threshold، حاجة بسيطة جدا. يعني مثلا لو انا ايه هو فكرة الثريشولد؟ فكرة الثريشولد اللي هي لو انا جيت ضربت كل انبوت في الويت بتاعه وخدت السم بتاع الكلام ده كله، هشوف لو هو أكبر من قيمة معينة هخلي القيمة دي بواحد. طب لو هو أصغر من القيمة دي هخلي القيمة دي بصفر. هنشوف الكلام ده بالظبط بيحصل إزاي، والقيمة اللي أنا بشوف على أساسها السم بتاع الكلام ده كله أكبر ولا أصغر اسمها threshold. طيب، تعالوا كده مع بعض الأول بس نفرق ما بين شوية مفاهيم. عندي حاجة اسمها المالتي لاير فيد فورورد نتوركس، ودي بتكون عبارة عن كذا لاير أو كذا طبقة. كل طبقة بيكون فيها نيورونز متصلة بالنيورونز اللي بعدها فيد فورورد. اوكي، وخلي بالنا قوي من حتة الفيد فورورد. يعني كل النيورونز اللي في الانبوت لاير متصلة بالنيورونز في اللاير اللي بعد كده، والنيورونز اللي في الهيدن لاير متصلة بالنيورونز اللي في الاوتبوت لاير، او لو في مالتي هيدن لايرز فممكن يكون في هنا هيدن لاير كمان. فده معناه الفيد فورورد، معناه ان كل نيورون من كل لاير متصل اتصال مباشر بالنيورون اللي في اللاير اللي بعده. وده معناه تاني ان الاوتبوت بتاع كل نيورون في كل لاير بيدخل كانبوت في النيورون اللي في اللاير اللي بعده، لان هيقابلنا نوع تاني دلوقتي هيبقى العكس، فنحاول ان احنا نفرق ما بينهم. طيب، feed forward قلنا معناها ان الاوتبوت links only connected to input links
in the next layer. يعني الاوتبوت بتاع اللاير دي هيدخل كانبوت في اللاير دي. تمام. هي بتبقى complex و non-linear functions can be represented، وهنعرف بالظبط ده شغال ازاي. دي شكل من اشكال الفيد فورورد او المالتي لاير فيد فورورد نيورال نتوركس. مش محتاج شرح، احنا شرحناه في السلايد اللي فات ده، بس اكزامبل كده عليه. طيب في نوع تاني اسمه recurrent networks او ال RNN. ده مفيش عليه restrictions، يعني مفيش نفس الفكرة اللي احنا قلنا كل لاير الاوتبوت بتاع كل لاير بيدخل كانبوت في اللاير اللي بعده. ده ملوش restrictions، يعني ملوش قواعد. ممكن جدا تلاقي الاوتبوت بتاع الهيدن لاير داخل فيها تاني كانبوت زي ما شفنا هنا، بل بالعكس انك ممكن تلاقي الاوتبوت طالع من هنا داخل كانبوت في اللاير اللي قبلها. تمام. وده عكس تماما الفيد فورورد نيورال نتوركس. طيب البيهيفير ممكن يكون صعب جدا انك تتوقعه، والابس اللي انا بستخدم فيها الار ان ان ممكن تبقى حاجه زي الفويس تو تكست. اوكي، خلينا واحده واحده بقى نشوف الموديلنج بتاع النيورال. احنا اتفقنا ان هنا انبوتس، كل انبوت بيبقى ليه ويت معين. الويت دي انا بضرب كل انبوت في الويت بتاعه، بعد كده بطبق حاجه اسمها اكتيفيشن فانكشن، بعد كده بطلع الاوتبوت. طيب تعالى بقى نشوف ايه هي الاكتيفيشن فانكشنز. الاكتيفيشن فانكشن في كذا نوع منها. في حاجه اسمها الستيب فانكشن او الستيب اكتيفيشن فانكشن. دي بتقول لك ايه؟ شفت الانبوتس اللي هنا والويتس بتاعتها، لو انت ضربتهم او لو جبت حاصل جمع ضرب كل انبوت في الويت بتاعه، تمام، وجبت ده كله ولقيت ان ان لو هو اكبر من threshold معين فهيكون بواحد. طيب لو هو اقل من الثريشولد ده هيكون بصفر. يعني ايه؟ يعني لو انا جبت السبمشن ده كله وطلع مثلا يعني بخمسة، وانا عندي التي هنا مثلا ايكوال 2. تمام، انا افترضت ان التي ايكوال 2، فالسبمشن هنا لو هو اكبر من 2 اللي هو اوريدي بيساوي 5، فالاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن هيكون بو. طيب لو السبمشن هنا اقل من 2 فهيكون الاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن ايكوال 0. وده الشكل اللي بيعبر عن الستيب فانكشن. هنفهم برضو بالتفصيل دي قدام لما نيجي نتكلم عن ال mathematically يعني how it's done. اوكي. طيب تعالى في الساين فانكشن. هنا بيقول ان الساين اوف x equal plus 1 لو الاكس كانت اكبر من او يساوي 0، else فهي minus 1. ده معناه ايه؟ معناه ان السبمشن اللي هو كان بيساوي 5 لو هو اكبر من الصفر، اكبر من او يساوي الصفر، فالاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن equal plus 1. طيب لو السبمشن كان اقل من الصفر، فالاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن هيبقى ب -1. تمام كده. طبعا هنا في الحاله ان السبمشن اكبر من الصفر فهيكون الاوتبوت بتاعها ب +1. طيب في حاجه تانية اسمها سيجمويد. السيجمويد دي بتبقى عباره عن فانكشن اللي هي 1 على 1 بلس e باور minus x. e هنا قيمه ثابته اعتقد ب 2.7. تمام. فانت بتاخد السبمشن تحطه كباور في المعادله دي، وفي الاخر بيطلع لك الاوتبوت بتاع الفانكشن. تمام كده. طبعا هنطبق على دي ماثيماتيكالي برضه. طيب في حاجه اسمها ريليو او اكتيفيشن فانكشن اسمها ريليو. وهنا بتقول لك ان السبمشن بحطه انا كده في تابل كده ما بين 0 واكس، واجيب الماكس ما بينهم. يعني مثلا فرضنا ان السبمشن هنا كان ب-1، فالاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن هيبقى بصفر. طيب فرضنا ان السبمشن هنا كان ب+1 او +2 او +3 او +3.5 مثلا.
الاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن هيبقى بنفس قيمه السبمشن ما دام هو اكبر من الصفر. تمام؟ طيب في اكتيفيشن فانكشنز اكتر من كده بكتير، بس خلينا ناخد دول على سبيل المثال، وان شاء الله هيقابلنا اكتيفيشن فانكشنز بعد كده نبقى نشرحها. طيب في حاجه اسمها البوليان فانكشنز، الاند والاور والاكس اور. تعالوا نحل بالديب ليرنينج او الارتفيشال نيورال نتورك، نحل بيها مشاكل زي البوليان فانكشنز. طيب تعالى نبريدكت القيم بتاعتها بمعنى صح. طيب فاكرين حته الثريشولد كاكتيفيشن فانكشن؟ انا افترضت ان الثريشولد هنا ايكوال 2. بتيجي كده نبريدكت القيم بتاعت، انا عندي مثلا x1 وx2 دول كده الانبوتس، وعندي الواي هي الاوتبوت. تمام؟ وكلنا عارفين ان في حاله الاور ما دام في واحد يبقى الاوتبوت بواحد، ما دام ما فيش واحد او الاثنين بصفار فالاوتبوت بصفر. طيب خلينا نهمل الاوتبوت ده خالص، وتعالى نبريدكت الاوتبوت ده باستخدام البرسبترون، اللي هو ابسط تكوينه او ابسط ستراكشر للاي ان ان. طيب البرسبترون الواحد هو هنا بيقول ايه؟ what can perceptron represent؟ البرسبترون الواحد يقدر يبريدكت ايه؟ البرسبترون الواحد يقدر يبريدكت مشاكل او بروبلم اللي هي بتبقى linearly separable، يعني اقدر افصل الكاتيجوريز بخط مستقيم زي في حالة الاند والاور. بس البرسبترون ما يقدرش يتوقع مشكلة شبه دي لانها non linearly separable، يعني ما اقدرش افصل الكاتيجوري السوداء دي عن الكاتيجوري البيضاء دي بخط واحد، لازم خطين مثلا وليكن كده. تمام؟ ده بيرسبترون وده بيرسبترون، فانا هنا بتكلم عن مالتي بيرسبترونز او مالتي لاير بيرسبترون. تمام؟ طيب تعالوا كده باستخدام البيرسبترون نعمل له تريننج عشان يقدر ان هو يحل مشكله زي الاور بوليان فانكشن. تمام؟ انا عندي الاكس والواي، وعندي دايما كده انبوت انا بفترضه يا اما بماينس 1 يا اما ب 1. تمام؟ انا اللي بفترض. طيب كده أنا بقى عندي 3 inputs I1 I2 I3. I1 ده ما بيتغيرش ب-1. تمام؟ عندي I2 وI3 ده مرة بصفر ودي بصفر، صفر وواحد، واحد وصفر، واحد واحد. طبعا كلنا عارفين الحاجات دي. طيب تعالى بقى نجيب الصم. فاكر لما احنا قلنا ان كل input I في الويت بتاعه؟ تعالى نجيب السبمشن كده. submission I I1 W1 بلس I2 W2 بلس I3 W3. أنا عندي 3 inputs، كل input ليه weight معين. طيب تعالى هنا كده نشوف السم هيبقى عامل ازاي. فاحنا هيبقى ناخد الانبوت الاول اللي هو -1، وافترضت الويتس دي عشوائي تماما، وبعد كده هنعمل ابديتس للقيم بتاعتها. فانا افترضت ان هي ب3/10 و5/10 و-4/10. ف-1 في 3/10 بلس 0 في 5/10 بلس 0 في -4/10. طيب الاوتبوت بتاعي هيبقى ب-3/10، وافتكروا ان هو فرض الثريشولد من هنا 0. تمام؟ طيب السبمشن هنا اقل من او يساوي الصفر، اقل من الصفر عموما، سوري، اقل من الصفر بماينس اهو. فيبقى الاوتبوت اللي طالع من الاكتيفيشن فانكشن بصفر. تمام؟ لحد كده ما عنديش مشكله. طيب تعالى ناخد السبمشن التاني. هناخد -1 في 3/10 بلس 0 في نص بلس 1 في -4/10. طيب طلع السبمشن عندي ب-7/10، ستيل -7/10 أقل من الصفر. تمام كده؟ فطلع عندي الاوتبوت بصفر لأن -7/10 أقل من الصفر، أقل من الثريشولد. واحنا اتفقنا ان اي قيمه للسم اقل من الثريشولد
هيبقى الاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن بصفر. طيب تعالوا في السبمشن التالت. طبعا هنا عندي مشكله، هنا حصل فيه عندي ايرور، لاني الاوتبوت اللي انا طلعته بصفر وكان المفروض يطلع بواحد. بس خلينا نكمل. تعالى ناخد السميشن التالت. فماينس 1/10 في 3/10 بلس 1 في نص بلس 0 ماينس 4/10، طلع عندي الاوتبوت ب 2/10. طبعا 2/10 اكبر من او يساوي الصفر، فالاكتيفيشن فانكشن عندي بواحد، او الاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن بواحد. طيب السميشن الرابع نفس الفكرة، هنطبق نفس الخطوات، والاوتبوت بتاع السميشن طلع بماينس 2/10 اقل من الصفر، فالاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن هيبقى بصفر. اوكي، بس انا هنا عندي مشكلة، القيم اللي انا طلعتها كاوتبوت مش هي القيم اللي المفروض تطلع، بالعكس في اختلاف بينهم كبير. يعني مثلا هنا الصفر اوكي ده تمام، بس هنا المفروض يبقى فيه واحد وهنا واحد وهنا واحد. اوكي، طيب تعال نشوف هنعمل ايه. هنا بنيجي لمرحلة اسمها learning أو مرحلة التعلم، مرحلة إن أنا ببدأ أصحح من الأخطاء اللي أنا عملتها. بعمل كذا ايبوك. الايبوك هنا ده الالجوريثم، يعني بمعنى أصح أنا باخد حاجة اسمها الايرور. الايرور هنا هي الترو ماينس الأوبزرفد. الترو ماينس الأوبزرفد يعني القيمة اللي المفروض تطلع ماينس القيمة اللي أنا طلعتها. طيب وبعد كده بشوف طول ما الايرور ده مش بيساوي صفر، فانا بعمل حاجه اسمها updating للويتس او الويت updating. الويت updating عن طريق معادله اللي هي دي، الويت الجديد equal الويت القديم بلس الليرنينج ريت في الانبوت في قيمه الايرور. اوكي، وبعد كده بفضل اكرر اللوب دي لحد ما يبقاش عندي ايرور خالص. طيب احنا هنا اتكلمنا في المثال اللي فات عن السنجل لاير او البرسبترون using a single layer perceptron using perceptron learning algorithm اللي احنا قلناه هنا. ده هو ال perceptron learning algorithm، و using delta rule هنقولها بعد شوية. طيب السنجل layer perceptron with multi outputs، تعالى كده نشوف. احنا هنا بنتكلم برضو عن مشكلة linearly separable، يعني اقدر افصل بينها بخط مستقيم او الكاتيجوريز بتاعتها بخط مستقيم. طول ما انا اقدر افصل الكاتيجوريز اللي عندي في الاوتبوت بخط مستقيم، فدي مشكله اقدر احلها باستخدام السنجل لاير او البرسبترون. تمام كده؟ اوكي. طيب دي مشكله ما اقدرش افصل الكاتيجوريز الحمراء عن الكاتيجوريز البلو دي ببرسبترون واحد، او ما اقدرش افصل بينها بخط مستقيم واحد. فانا بضطر ان انا استخدم مالتي لاير عشان اعمل افصل بينها بكذا خط. تمام، فاي كاتيجوري واقعه بين الخطين دول هتبقى تبع الكاتيجوري مثلا اللي اسمها واحد، واي كاتيجوري بره الخطين دول هتبقى من الكاتيجوري صفر. تمام، ده مثال يعني. طيب ده نفس الالجوريثم اللي احنا قلناه في الليرنينج. طيب تعالوا بقى نشوف مشكله الاور اللي احنا يا اما بماينس واحد يا اما بواحد. في المثال هنا انا فرضته بواحد. تمام، وعندي x1 وعندي x2، واx2 هنا input او actual inputs، وهنا البايس اللي انا بفرضه. هنا الويت رقم واحد بتاع x1، وهنا الويت 2 اللي هو x2، الويت بتاع x2 سوري، وهنا الويت بتاع البايس اللي هو الانبوت اللي انا بفرضه ده. اوكي، النت هنا اللي هي السبمشن، الواي هنا اللي هو الاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن، والتي هنا اللي هو الترو اوتبوت او الاوتبوت اللي انا المفروض اطلعه. طبعا ما ننساش ان احنا هنا بنحل مشكله الاور. تمام، طيب
الthreshold أنا فرضته ب1/10. أوكي؟ طيب تعالوا كده مع بعض نحل المثال ده mathematically. طبعًا أنت بعد كده ما تبقاش مضطر إنك تحل الproblems mathematically بس عشان نفهم الأمور ماشية إزاي. طيب تعالَ كده نجيب الnet أو الsubmission، فإحنا هنقول إيه، x1 في w1 اللي هو 0 في 1/10 plus x2 في w2 اللي هو 0 في 2/10 plus الbias اللي هو 1 في الw bias اللي هو -2/10. تعالَ كده نجيب الsubmission equal ده طبعًا 0 plus 0 1 في -2/10 ب-2/10. فالsubmission عندي هيبقى ب-2/10. ده الsubmission. طيب تعالَ كده نشوف الsubmission ده أقل من threshold، فعلًا هو أقل من الthreshold فيبقى الoutput بتاعي ب0. أوكي. طيب ما دام الy أو الoutput بتاعي اللي أنا مطلّعه اللي هو الobserved بيساوي الT يبقى أنا كده ما عنديش مشكلة، هاكمّل بنفس الweights اللي أنا فرضتها. تمام؟ أوكي. تعالوا في step رقم 2 هو نفس المثال اللي فات، بس هناخد step رقم 2 اللي هو المربع التاني ده باختلاف inputs بقى. تعالَ كده نجيب الsubmission equal 0 في 1/10 plus 1 في 2/10 plus 1 في -2/10. الsubmission هنا بيساوي كام؟ أدي هنا 0 plus 2/10 plus -2/10. ففي الآخر الsubmission بتاعي هيكون ب0. طيب 0 ده أقل من الthreshold اللي إحنا فرضناه اللي هو كان ب1/10 فعلًا، فالoutput بتاع الactivation function بتاعتي هيكون ب0. تمام؟ طيب أنا طلّعت 0 وكان المفروض يطلع 1. تمام؟ فهنا عندي error. فالerror هنا اتفقنا إن هو true minus الobserved sorry t minus الobserved ده قيمة الerror. فعندي هنا الerror equal 1. تمام؟ تعالَ بقى نعمل updating للweights اللي عندي، كل weight كده لوحده. نجيب بس نمسح. أوكي. تعالَ بقى نعمل updating للweights. إحنا اتفقنا إن أنا عندي الweights sorry الepoch رقم 2 هنا حصل فيها مشكلة. تمام؟ طيب ما دام حصل فيها مشكلة يبقى أنا أعمل updating للweights بشكل مباشر. يبقى أنا هاجيب مثلًا wx equal wx القديمة أهي all plus قيمة الerror في قيمة الx. تمام؟ طيب wx equal wx القديمة اللي هي كانت بكام؟ 1/10 في قيمة الerror اللي هو كام؟ ده كده قوس قيمة الerror اللي هي ب1 في قيمة الx اللي هي هنا كانت ب0. تمام؟ ده كده sorry ده plus sorry خلّينا نمسح طيب ونكتبها تاني بشكل أحسن. wx الجديدة equal wx old اللي هي ب0.1 plus قيمة الerror اللي هي ب1 في قيمة الx اللي هي ب0. تمام؟ طبعًا دي ب0 فالwx equal 0.1 يعني مش هتتغيّر. تمام؟ طيب تعالَ نجيب wx2
WX2 equal WX2 old اللي هي كانت بكام؟ بواحد. سوري، WX2 old كانت ب2/10. كانت ب2/10 بلس قيمة الايرور اللي هي بواحد في x2 اللي هي كانت بواحد. تمام. أنا عندي هنا WX2 old new سوري هتبقى 0.2 بلس 1. فالقيمة الجديدة للويت بتاع الاكس 2 أو W2 أهي equal 1.2. تمام كده؟ وهي تمام. هعمل نفس الايكويشن بالظبط على الدبليو بتاع البايس فطلعت ب 8/10. تمام. تعالى بقى نبريدكت القيمه. تعالى نبريدكت القيمه بعد ما عملنا ابديتنج للويتس. نمسح ده كله. فالسبمشن هيكون عامل ازاي؟ 1 في 1/10. هنا بنتكلم عن الايبوك دي او عن الحاله دي، سوري دي كلها اسمها ايبوك. تمام، عشان ما ننساش دي حاله. تمام. فواحد في 1/10 بلس صفر في 1.2 بلس 1 في 8/10. تمام كده؟ تمام. طيب تعالى كده نشوف الأوتبوت بتاعي هيبقى عامل إزاي. 1 في 1/10 يكون 1/10 بلس صفر بلس 8/10. فأنا هنا بتكلم في 9/10. تمام. أكبر من الثريشولد اللي أنا كنت حاطه فعلا، فيكون الواي عندي هنا بواحد، وأكرر نفس الإتريشن هنا فهتظبط معايا، وأفضل أعمل أبديتنج للويتس بنفس الفكرة وبنفس الشكل لحد ما الإيبوك دي كلها تبقى معايا الواي هي التي. أوكي كده؟ طيب زي ما اتفقنا إن دي كلها كده اسمها إيبوك. تمام. هو هنا بيقول إن إحنا كان عندنا single error، كان عندنا error واحد اللي هو كان هنا. تمام، ما ننساش in the first epoch, so we'll go in another epoch. هنروح تاني لإيبوك تانية. تمام. فهكرر. فاكرين هنا في السلايد دي آخر ويتس أنا يعني آخر ويتس أنا عملتها أبديت كانت بكام؟ 1/10 1.2 و8/10. دي اللي هبدأ بيها الإيبوك رقم 2. 1/10 2/10 و8/10. عملت السبمشن، طلع السبمشن عندي ب8/10 أكبر من أو يساوي الثريشولد. فالاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن عندي بواحد. ايه ده ترو او اللي انا المفروض اطلعه كان بصفر. اوكي، احسب قيمه الايرور اللي هي الاي ايكوال التي ماينس الاو. فصفر ماينس واحد، فقيمه الايرور هنا ايكوال ماينس واحد. سوري، ماينس واحد. اوكي. فانا هنا محتاج اعمل ابديتنج للايرور، اعمل ابديتنج للويتس بنفس الايكويشن دي. فبعد ما عملت updating للويتس طلعت بالشكل ده. اللي اختلف بس قيمة البايس أو الويت بتاع البايس. جبت النت طلعت بواحد. الواحد ده أكبر من الثريشولد اللي احنا كنا حاطينه، فالobserved output هيبقى بواحد برضو. وهنا الاكتشوال بواحد، يبقى تمام ما عنديش مشكلة، هكمل بنفس الويتس. كملت بنفس الويتس في الحالة اللي بعدها فطلع الاوتبوت عندي بماينس 1/10، وده كان اقل من الثريشولد اللي انا حطيته. فالاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن كان بصفر، وكان المفروض يطلع بواحد. فعندي هنا ايرور. احسب قيمه الايرور الترو ماينس الاوبزرفد. فكان هنا عندي
واحد ناقص صفر فيبقى قيمة الايرور بواحد. تعالى نعمل updating للويتس تاني بنفس الشكل. فعملت updating للويتس طلعت بالشكل ده، وطلعت قيمة السبمشن طلعت ب3.1. 3.1 دي كانت أكبر من الثريشولد اللي أنا كنت حاطه، فالأوتبوت بتاع الأكتيفيشن فانكشن بتاعي هيكون بالنسبة لي 1، وكان الترو أو اللي أنا كان المفروض أطلعه ب1، فأنا هنا ما عنديش مشكلة. بس ما ننساش إن في الإيبوك دي كلها اسمها إيبوك، كان عندي مرتين ايرور، ظهر عندي مرتين أو حالتين ظهر فيهم ايرور. فأنا لازم أدخل بنفس الويتس دي، آخر ويتس أنا عملت لها أبديتنج، أدخل بيها إيبوك جديدة. لازم الإيبوك ما يطلعش عندي فيها أي أخطاء. تمام؟ فأنا هاخد نفس الويتس أو آخر ويتس أنا عملت لها أبديتنج، طلع السبمشن ب8/10، ده كان أكبر من الثريشولد بتاعنا، فالأوتبوت بتاعي ب1، وكان الترو ب0. أوكي، في هنا ايرور. الايرور هنا equal الt minus الO، فيبقى عندي برضو الايرور هنا ب-1. هعمل updating للويتس تاني. عملت هنا updating للويتس اهوت، وطلعت السبمشن وطلعت الواي بنفس الطريقة اللي احنا بنعيدها، وطلع الترو الواي سوري نفس الترو، فانا هنا تمام. وفضلت اكمل بالويتس بتاعتي دي لحد اخر الايبوك، بس برضو ما ننساش ان انا ظهر عندي هنا ايرور، فانا اعمل ابديتنج للويتس مره ثالثه. عملت ابديتنج للويتس وطلعت عندي بالشكل ده. كتبت قيمه السبمشن في كل مره، فلحد ما ظهر عندي قيمه الاوبزرفد نفس قيمه الترو، او اللي انا طلعته نفس كان المفروض يطلع. تمام كده. فكل ما الإيبوك دي كلها ما يكونش فيها ايرورز خالص، فتمام هكمل بقى بالابديتد ويتس دي كلها، وخلاص مش هغير فيها حاجه، ويبقى انا كده حليت البروبلم بتاعتي. طيب، في احنا اتفقنا ان الكلام ده ان انا بعمل ابديتنج للويتس بحاجه اسمها البرسبترون ليرنينج الجوريثم. تمام، دي الفورمولا اللي احنا بنعمل بيها ابديتنج للويتس. في حاجه اسمها دلتا رول، واللي انا برضو بعمل بيها ابديتنج للويتس، سوري، single layer perceptron using delta rule. الدلتا رول دي هي الايكويشن فانكشن دي، واللي انا باوفر رايد على قيمه الويت القديم بنفس الفورمولا دي. يعني W1 الجديد هيبقى equal W1 plus learning rate في X1 في الtrue minus الobserved. تمام كده. تعال نشوف. هي نفس القيمة اللي فاتت، نفس المثال سوري اللي فات. دي الويتس اللي انا افترضتها، وده السبمشن طلع عندي هنا بصفر وهنا بصفر. اوكي، مفيش مشكلة. طلع عندي هنا السبمشن بصفر، فكان اقل من الثري شولد اللي احنا كنا افترضناه في الاول خالص، فقيمه الاوتبوت بتاع الاكتيفيشن فانكشن طلعت بصفر، وكانت المفروض تطلع بواحد. فانا عندي هنا ايرور، الايرور هنا ايكوال كام؟ الايرور هنا ايكوال 1. اوكي، فانا اعمل ابديتنج للويتس هنا باستخدام الدلتا رول. استخدام الدلتا رول اعمل فيها ايه؟ طيب، W1 ايكوال W1 القديم بلس الليرنينج ريت، واللي انا افترضته هنا بقيمه 1/10 ثابت اهوت، في قيمه الاكس اللي هي بصفر، قيمه اكس 1 طبعا لان انا هنا بابديت W1، بلس قيمه الايرور اللي هي عندي هنا بواحد. اوكي، فطلع الويت الجديد عندي ب1/10، والويت W2 طلعت ب3/10، و WB او ال W بتاع البايس طلع بسالب 1/10. تمام. طيب، باستخدام نفس الويتس دي طبعا جاب ايرور تاني، فانا هعمل ابديتنج للويتس تاني، فطلعت عندي بالشكل ده. تمام، هستخدم الويتس اللي حصل لها ابديت، وطبعا ما ننساش ان حصل في هنا مرتين ايرور، ادي مره ودي مره. تمام،
هاستخدم الupdated weights دي عشان أطلّع الoutput. تمام؟ استخدم الweights دي sorry أهيّة، هاحددها بس عشان ما انتهش فيها في الepoch التانية، عشان أطلّع الoutput اللي عندي، فطلع الY هنا، طبعًا احسبوها تلاقوا إن الY هنا طلع نفس الT، بس الepoch ككل ظهر فيها مرتين error. تمام؟ فأعيد epoch كمان مرّة. فاكرين الweights اللي هنا طلعت كام؟ 2/10 و3/10 و0. هاكمّل بيهم في الepoch اللي بعد كده. فهنلاقي إن الY هي الT أو الobserved أو اللي أنا طلّعته هو نفس اللي كان المفروض أطلّعه. أوكي؟ فخلاص once إن الاتنين دول بيساووا بعض، فأنا باعمل stop training خلاص، وقّف كده تدريب، أنت كده وصلت للoptimum values للweights. تمام؟ طيب، ده كان section اللي فات ده كله إن أنا باحل بيه linearly separable functions أو problems عمومًا. تمام، زي الOR Boolean function أو الAND Boolean function. طيب، في حاجة اسمها الMulti Layer Perceptron. الMulti Layer Perceptron دي اللي إحنا اتفقنا إن إحنا بنحل بيها non-linearly separable problem زي الXOR. إحنا لو جينا نبُص للXOR هنلاقي إن الcategories اللي هي بصفار أو بوحايد عبارة عن الشكل ده. طيب، أنا هنا ما أقدرش في الجراف اللي قدامنا ده، ما أقدرش إن أنا أفصل الcategory الصفرا عن الcategory الزرقا باستخدام line واحد. أنا محتاج 2 lines عشان أحددهم بالشكل ده، وأقول إن أي category بتُقع بين ال2 lines هنا كده، فدي تبع الcategory الصفرا، وأي حاجة براهم فهي تبع الcategory الزرقا. فأنا محتاج هنا أكتر من perceptron. أنا عندي الline هنا بيمثل perceptron، وهنا بيمثل perceptron. أوكي، هتبقى بالشكل ده بالضبط. فهنا هنا في الgraph ده بيقول إن الline هنا equal perceptron واحد بيفصل point عن باقي الpoints، والperceptor التاني بيفصل الpoint التانية عن باقي الpoints، فلمّا أجمعهم هيجيب لي إن الcategories اللي بين الperceptrons بتتبع الcategory كذا، والcategories اللي برّه ال2 perceptrons بتتبع الcategory التانية. أوكي، تمام. ده الperceptron الأول بيبقى عندي الinput A وB، فأنا بافترض لهم weights W1 وW2 أو WA وWB على حسب ما تحبوا، وبعد كده باطبّق عليهم نفس اللي فات أو نفس الcalculations اللي فاتت كلّها، فيبقى عندي output. أوكي؟ ده الline التاني بيبقى عندي نفس الinputs اللي هو A وB، بافترض لهم weights تانية خالص، تبقى مثلًا W3 وW4 أو مثلًا WA2 وWB2، وباعمل فيهم نفس الcalculations برضه، يبقى عندي output. طيب، تعالَ نجمع الشكلين دول، نskip دول عشان ما يكونش فيهم لخبطة. هو هنا بس طريقة الجمع بينهم أو بيجمعهم في graph واحد، فهيبقى عندي بالشكل ده. يبقى عندي A وB وليهم weights بتاعتهم، وهنا نفس الA والB بس ليهم weights مختلفة، وبعد كده باجمعهم ويطلّعوا كل واحدة ليها output مختلف. أوكي، هو هنا بس بسّط الشكل شوية وجمعهم في الشكل ده. طيب، تعالَ بس نشوف الcalculations كده بتاعتها عاملة إزاي. هو هنا بيشرح الnon-linearly separable problems. أوكي. هنا أنا هاخد كل input أضربه في الinputs بتاعته، وبعد كده أطلّع output، أضربها في weight جديد، وبعد كده هتكون هي الoutput الأخير. طيب، تيجوا نشوف ده mathematically بي بي بيمشي إزاي. دي الactivation functions اللي إحنا كنا اتكلمنا عليها في بداية الsession. أوكي، طيب، تعالوا في جزء جديد اسمه الCNN أو
الكونفوليوشنال نيورال نتوركس. اوكي، طيب ايه هي الكونفوليوشنال نيورال نتوركس؟ مصطلح النيورال نتوركس خلاص احنا عرفناه، تمام. ايه بقى فكره الكونفوليوشنال؟ الكونفوليوشنال نيورال نتوركس او الكونفنت هي تايب من الفيد فورورد ارتفيشال نيورال نتوركس، تمام، بس زاد عليها جزء، تمام. ايه بقى الجزء اللي زاد عليها؟ الجزء اللي زاد عليها اللي هي الكونفوليوشنال او الفلترز بمعنى اصح. الكونفنت بتبقى عباره عن convolutional layers، تمام، ودي بتكون كفيتشر اكستراكشن ستيب متبوعه ب pooling ستيب، ودي بتاكت از فيتشر سelection tool. بعد كده بتبقى followed by fully connected layers، وتبقى المالتي لاير نيورال نتوركس يعني بمعنى اصح. اوكي، زي ما اتفقنا ان الكونفنت لايرز بتكون عباره عن conv layer، ودي بتاكت او بتcompute الاوتبوت of neurons that are connected to local regions in the input. يعني هنا بتextract features من الصور يعني بمعنى اصح، وبعد كده بتدخلها للفولي كونكتد layers. طيب هنشوف كل layer من دي بتعمل ايه. الراديو لاير دي بتابلاي ان element wise activation function، نفس اللي احنا اتفقنا عليها في الاور فانكشن. اوكي، طيب البول لاير اتفقنا ان هي بتاكت از feature selection tool، والفولي كونكتد لاير اللي هي بتاخد الاوتبوت من الكونفوليوشنال لايرز ومن البولينج لايرز، وبعد كده بتكمبيوت او بتعمل بروسيسنج ليه. اوكي، طيب ايه هي الكونفوليوشنال لايرز؟ احنا فهمنا ان في كونفوليوشنال لايرز او كونف لاير، خلاص الفوليك طيب ايه هي along width and height but extend through the full depth of the input volume. اوكي، هي بتباس forward of the image او of the matrix. بالشكل ده، وبعد كده بضرب كل قيمه في الصوره مواجهه للفلتر. فانا مثلا ايه وبعد كده بقسمها على عدد السيلز او عدد السيلز اللي في كل فلتر، وبدخلها بتبقى بسكن القيمه اللي طالعه من هنا، بسكنها في الصوره الجديده، او انا سكنها في الحته دي. اوكي، وبعد كده بمشي الفلتر على الصوره واحده واحده. يعني مثلا انا عملت ابلاي للفلتر في اول جزء من هنا، تمام. طيب الفلتر هيمشي ازاي؟ المره الجايه بعد ما خلاص عملنا الكالكوليشنز فهو هيمشي ستيب، تمام. بعد كده هيمشي ستيب كمان. طيب عدد الستبس اللي هو بيمشيها، سواء بيمشي سيل باي سيل او تو سيلز باي تو سيلز، انا اوكي، تمام. خلاص بعد ما عملت ابلاي للفلتر انبوت ماتريكس، اعمل حاجه جديده هنا كده اسمها البادنج. بزود كده سيل او كذا سيل، بزودهم كلهم مثلا بصفار او بوحايد او بقيم
أنا باختارها، دي ما فيش فيها مشكلة. أوكي؟ طيب أنا عندي في الconvolutional layer دي بتبقى عبارة عن فلتر واحد؟ الإجابة لأ، بتكون عبارة عن multiple filters، وكل فلتر بتextract شوية features معينين من الصورة. تمام؟ الfeatures دي بتدخل على step تانية اسمها الpooling layer. الpooling layer بتact as feature selection، يعني مش كل الfeatures دي مهمة بالنسبة لي كموديل، وطبعًا هتهلكني أوي في حتة الcomputations، هتاخد resources رهيبة. فأنا باعمل حاجة اسمها pooling layer. الpooling layer هنا بتختار لي أهم الfeatures اللي أنا عملت لها extraction من الصورة. الpooling layer يا إما max pooling، يا إما average pooling، يا إما غيرهم. أوكي؟ فأنا مثلًا باخد ده مثلًا feature أهو، تمام؟ فأنا باخد مثلًا جزء من هنا، باعمل مثلًا max pooling. يعني إيه max pooling؟ باخد إيه أكبر قيمة للcell هنا؟ 100، تمام؟ فاختار ال100. وفي الجزء ده إيه أكبر قيمة؟ اللي هي 184، هنا 12، هنا 45، تمام؟ هنا الmax pool. طيب الaverage pooling، الaverage pooling بيبقى باجمع القيم اللي في الجزء ده كله وباقسمها على عددهم. يعني لو هي 4 فأنا باجمع 31 + 15 + 0 + 100 على ال4، فهتكون عندي بالقيمة دي. وبرضه نفس الجزء ده، وفي الجزء ده، وفي الجزء ده. أوكي؟ تمام. بعد كده شايفين الجزء ده اللي هو ده عبارة عن ماتريكس 2 في 2. بابدأ إن أنا أعملها flatten بالشكل ده كده عشان أقدر أدخّلها على الfully connected layer. يعني مثلًا هتبقى هنا 100، هنا 184، هنا 12، هنا 45. بابدأ إن أنا أدخّلها على الfully connected layers عشان تعمل بقى عليها الprocessing. طيب الfully connected layers برضه بنفس الشكل اللي إحنا عملناه في الOR plus الactivation function. أوكي. في non-linear activation function اسمها softmax، ودي بنستخدمها شوية لمّا نيجي نpredict الclasses أو نيجي نعمل categorization يعني بمعنى أصح. دي activation function مشهورة جدًا في الجزء ده. أوكي، طيب دلوقتي هنروح نشوف الكود اللي إحنا عملناه، أو نشوف project